عارف لما تشوف فيديو المكان بالصدفه فيعجبك فتقرر تروح تجربه؟ عارفه ده انا حافظه صم. اهو ده بالظبط نفس اللي حصل لي مع نوفا، واحد من اشيك الاماكن اللي ممكن تفطر فيها فطار رايق وجميل مع احلى فيو على النيل. اوبشنز الفطار عندهم جميله قوي وترضي كل الاذواق سواء الانترناشونال او حتى الاورينتال، ولاني راجل اورينتال واحب كل ما هو اورينتال فطلبت بقى فول اسكندراني وشكشوكه معاهم فلافل كيري وجبنه بالطماطم ولبنه وطبق بتنجان. عايز اقول لكم بجد وبدون مبالغه من كتر حلاوه الاكل انا ما بقتش عارف اكل ايه واسيب ايه. يعني الفول طعمه حلو قوي والفلافل كانت خطيره، اللبنه بقى بجد كانت عالميه، وبالنسبه لطبق الشكشوكه ده فشكله اصلا تحفه، ما بالكم بقى طعمه عامل ازاي. هما كمان بيعملوا تشيز اومليت خطير خطير خطير، انصح بيه جدا كل الناس اللي بتحب فطارها يكون هيلثي او خفيف، وسواء ده او الاومليت بالسجق فالاتنين بالنسبه لي كانوا احلى من بعض. بس اللي غطى بقى على كل دول بالنسبه لي هو الفطير المشلتت. بيعملوا يا جماعه فطيره زي الكتاب ما بيقول. الفطيره كانت نازله سخنه معاها جبنه وقشطه وعسل وبيقطعوها حته حته قدامي، وريحه الزبده اللي طالعه منها مجنناني، من حلاوتها كلتها حاف كده من غير اي حاجه، ما قدرتش استنى. الفطير نفسه مورق وطعم الزبده اللي فيه يهبل. بس بقى كل اللي فات ده كوم، والديزرتس اللي بيعملوها دي كوم تاني خالص. يعني انا قلت الم الدنيا شويه فطلبت كوكيز كلات بالايس كريم، ودي طلعت ما فيهاش غلطه. بس اللي كانت عظيمه فعلا هي الكنافه النابلسيه، سخنه وطعمها حلو وسكرها مظبوط، حاجه كده اخر جمال. ومن غير اي مبالغه او افوره ده واحد من الاماكن اللي قادره فعلا انها تروق عليك وتبسطك. مكانه بالظبط في سانسيت بوت اللي في شارع النيل في الجيزه. جربوه لو عايزين مكان رايق وجميل بقعده حلوه وفيو على النيل، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.